بركة حياتنا ونور بيوتنا، صحتهم أمانة في رقبتنا. أهلا بيكم في المهم الصحة. إزاي نتعامل مع العند عند كبار السن؟ طبعا العند عند كبار السن ده حاجة مهمة جدا، إن هو ممكن يأثر على جودة الحياة بتاعتهم. طبعا العند ده ممكن يكون طبع المسن أصلا عنيد، وده هتبقى حاجة من زمان، يعني ممكن يبقى حاجة جدت عليه. طب إيه اللي يخلي المسن يبقى عنيد؟ ممكن يبقى سبب نفسي، ممكن يبقى عنده اكتئاب، ممكن يبقى موده ومزاجه مش حلو، بالتالي ده يخليه يعاند. ممكن برضو الإحساس إن هو بعدم الاستقلالية، أو إن هو فقد السيطرة، بقى مش هو اللي متحكم في حياته، بقى هو مثلا قاعد مع ولاده، بقى هم اللي بيصرفوا عليه. فالحاجات دي كلها تخليه حاسس بعدم الاستقلالية، وبالتالي بتخليه يبتدي يعاند كنوع من أنواع الرفض، أو إن هو مش مبسوط، أو مش سعيد يعني. دي حاجة. الحاجة التانية بيحصل برضو مع السن، بيبقى فيه ضعف شوية في النظر، وضعف في السمع، أو المسن ما بيشوفش وما بيسمعش خالص، فبيبقاش عارف يتواصل. فبالتالي ده بيبتدي يعاند بقى، عشان هو مش فاهم انت عايز منه ايه يعني. وده بتحصل اكتر طبعا في مرضى اللي هم عندهم مشاكل في الذاكرة، وخصوصا في المراحل المتقدمه. تلاقي انت مثلا عايز تعمل له حاجه، ما بتوضحلوش انت عايز تعمل ايه. عايز مثلا ندخله الحمام ياخد شاور، انت مش بتوضح له عايز تعمل ايه، بناخده كده على طول ندخله، فهو مش عارف انت عايز ايه، فيبتدي بقى يعاند ويتعصب ويزعق وكده. فدي اسباب بتخلي كبار السن ممكن يبقى عندهم العند. طب احنا نقدر نتعامل ازاي مع العند ده؟ اولا ما تحاولش تجادل المسن اما يبقى متعصب او بيعاند، يعني حاول تهديه، حاول تعرف هو بيعاند ليه، حاول تعرف ايه السبب ورا العند ده. يعني مثلا لو هو بيعاند في الاكل، قد يكون في حاجه عضويه، قد يكون مثلا الاكل بيتعبه، قد يكون هو عنده مشكله مثلا في بقه، في اللثه، عنده مشكله في الهضم، عشان كده هو مش عايز ياكل. بيعاند في الحركه، هو مش عايز يقوم ولا يمشي. طب ممكن المشي بيتعبه، عنده مثلا وجع خشونه في ركبته، وجع في ركبته، بينهج مع الحركه. فلو العند في حاجه معينه بس، غالبا في مشكله، ولازم نتوجه للدكتور نعرف السبب. لو هو مكتئب، موده ومزاجه مش حلو، ده برضو لازم يتعالج. الحاجة التانية، نحاول نحافظ على الروتين اليومي. يعني أنا مثلا اللي بعمله النهاردة أعمله بكرة، أعمله بعده، إلى حد ما، عشان اللخبطة إن أنا كل يوم بعمل حاجة جديدة. ده للمسن، وخصوصا اللي عندهم مشاكل في الذاكرة، ده بيوترهم ويخليهم شوية متلخبطين، وبيبتدوا يعندوا. الحاجة التانية، حاول فهمه أنت بتعمل إيه. يعني إحنا عايزين مثلا نقوّمه يخش ياخد shower، لازم تشرح له وتفهّمه أنت بتعمل إيه. لو أنت بتحاول تجبره طول الوقت على حاجة، لأ، هو أكيد هيعاند يعني. حاول تخلّيه دايمًا هو اللي يختار. يعني ما فيش حاجة اسمها إحنا لازم نعمل ده دلوقتي، لأ، ما فيش حاجة اسمها لازم. دايمًا هو اللي يختار يلبس إيه، يختار ياكل إيه، يختار هياكل دلوقتي والّا كمان شوية. حاول حسّسه بقيمته، حسّسه إن هو اللي بياخد القرار، مش أنت اللي بتجبره على الحاجة. حاول دايمًا خُد رأيه في أي مواضيع تهمك، ده برضه بيحسّسه إن هو ليه دور، وإن هو يعني مهم، وبيحسّسه إن هو ليه قيمة في المجتمع. فكل الحاجات دي مهمة، وبتحب وبتبسط كبار السن، وبتخلّيهم يبتدوا يقللوا من العِند والعصبية اللي عندهم دي. لو العِند بقى مُبالغ فيه أوي أو مستمر، لأ، طبعًا لازم أتوجه للدكتور، إن ده ممكن يبقى يعني معناه إن في حاجة عضوية عند المُسِن، أو في مؤشر مثلًا إن في اكتئاب أو مشاكل في الذاكرة. فلازم نكشف على المُسِن ده ونفحصه، ونعرف إيه سبب العِند اللي عنده ده، والمشكلة اللي عنده. باتمنى لكم حياة صحية خالية من الأمراض، ومستنية أسئلتكم واستفساراتكم في الcomments، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير.